لو انت داخل تالتة اعدادي وعاوز تأسس نفسك كويس فالفيديو ده ليك. تالت مادة ومن اهم المواد اللي موجودة في تالتة اعدادي وهي الرياضة. عاوز اصدمك واقولك ان الرياضة في تالتة اعدادي من اسهل المواد حرفيا. ليه بقول كده؟ لان الرياضة في تالتة اعدادي مش بتعتمد على اي منهج خدته قبل كده. يعني لو بدأت وأسست نفسك فيها وذاكرت الدرس كويس جدا بقوانينه وكل التركات الجديدة اللي موجودة فيه هتقدر انك تقفل الرياضة. وده طبعا لان لكل مسألة طريقة حل، وانت بتذاكر اي مسألة لو لقيت فيها اي قانون جديد ممكن تذاكره، وبالتالي هيزود مستواك طول السنة وتعرف تحل باقي المسائل اللي بتيجي شبهها. وطبعا انا اقصد المسائل اللي بتيجي شبهها في نفس طريقة الحل ونفس الافكار. فلو مستواك كان وحش في الرياضة طول عمرك تقدر تغيره بالطريقة اللي هقولك عليها دلوقتي. اول حاجة تصدق ان المادة دي هتكون سهلة وان انت هتقدر ان انت تذاكر وكمان هتقدر تفهم الحاجات اللي بتتشرح قدام. اول حاجة بلاش تقتنع ان انت غبي، اللي هو اصلا مفيش حاجة اسمها واحد غبي وواحد ذكي، في حاجة اسمها حد مجتهد وحد ما بيذاكرش اساسا ولا بيفتح كتاب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مفيش حاجة اسمها انا اللي غبي او انا مش فاهم او انا ما بفهمش او الكلام ده كله. المادة اللي مستواك وحش فيها لازم تديها مجهود كبير جدا وتركز على نفسك فيها جامد طول السنة. تاني حاجة اساسية معاك هي انك تجيب كشكول كبير مخصص للرياضة، حوالي 200-300 ورقة. وده طبعا هيكون لتلخيص القوانين والدروس من ورا شرح المدرس. يعني هيكون في تلخيص وشرح الدروس واهم المسائل اللي المستر بيحلها وبتكون فكرتها جديده عليه. لو مش في مقدورك ان انت تشتري كشكول 300 ورقه او 200 ورقه ممكن تشتري كشاكيل عاديه، بس المهم ان الكشاكيل دي تفضل معاك وتحافظ عليها لباقي الترم عشان تراجع منها ايام الامتحانات. اي مساله تتحل قدامك وتكون فكرتها جديده عليك والمستر يبدا يحلها باساسيات من ابتدائي او اعدادي وانت طبعا ما كنتش حاضر الكلام ده او ما كنتش مذاكره كويس، القانون تكتبه كويس جدا وتشد تحته خط بحيث وانت بتراجع المساله تحفظ القانون ده كويس جدا وتراجع عليه اكتر من مره بحيث تقدر تحل الافكار المشابهه للمساله بنفس القانون. اوعى تخاف من الافكار اللي هتقابلك جديده واكتبها دايما في كشكول عشان ترجع لها وتراجع عليها اكتر من مره عشان تثبت في دماغك وبالتالي تقدر تحل مع الوقت. طبعا لازم يبقى معاك كشكول تحل فيه المسائل حوالي 100 ورقه كده، هو للحل فعادي يخلص وتغيره بس اوعى ترميه لانه هيساعدك جدا في فتره المراجعه. طب ايه هي اهم القنوات اللي ممكن تذاكر منها الرياضه من على اليوتيوب؟ اول قناه هي قناه مقهى الرياضيات. القناه دي جميله جدا ولما شرح المنهج كامل وكمان حل عليه. تاني قناه هي قناه يلا نفهم ماس او يلا نفهم رياضه. القناه دي لمستر احمد سرور. القناه دي شرحها جميل جدا ومبسط وبتحل على كل الدروس، وبصراحه استفدت منها كتير جدا لما كنت في ثالثه اعدادي. خامس ماده وهي الدراسات، طبعا ماده الحفظ. كل الاسئله بتعتمد على حفظك للدرس سواء تاريخ طبعا او جغرافيا. اول حاجه طبعا هي التاريخ، طبعا كله احداث وطبعا احيانا بيطلب منك تاريخ الاحداث دي. عشان تذاكر التاريخ وتذاكر الاحداث دي لازم تذاكرها على انها قصه بكل ترتيب احداثها. واحسن نصيحه ممكن اديها لك وانت بتذاكر التاريخ هي انك تذاكر بالصوت وتكرر الجزئيه اكتر من مره وبعدين تسمع لنفسك وتتاكد انك حفظت او لا، لان الكتابه بتضيع الوقت وهتخليك تسرح وكمان بتبقى ممله في بعض الاحيان. تاني حاجه تبدا تحل الاسئله اللي ورا الدرس والسؤال اللي يقف معاك ترجع تحفظ جزئيته من تاني لحد ما يثبت وترجع تحله من جديد. وطبعا خلي معاك كتاب الامتحان في كل المواد. فاما في الانجليزي في من المعاصر وفي كتاب جيم، وكمان في العربي ممكن تجيب كتاب الامتحان او كتاب الاضواء حسب المستر اللي معاك. في كل المواد عندك كتاب الامتحان ما عدا طبعا الانجليزي ممكن تجيب المعاصر او تجيب الجيم، والعربي ممكن تجيب فيه كتاب الامتحان او كتاب الاضواء. تاني حاجه في الدراسات هي الجغرافيا. لو سالتني ايه اللي بيتناسب بسرعه هقولك الجغرافيا، لان كل درس ملوش علاقه باللي قبله عكس التاريخ تماما. هتلاقي في التاريخ كل درس واحداثه مرتبطه باللي قبلها، عشان كده الجغرافيا محتاجه انك تحفظها دايما وتحل عليها كتير وتراجع على كل الدروس مره تانية، ولازم كمان تراجع كل فتره على اللي انت ذاكرته قبل ما تذاكر الجديد حتى لو قراءه. وده طبعا في كل المواد مش في الدراسات وبس. ومن اهم القنوات اللي هتساعدك تعلي مستواك في الدراسات من على اليوتيوب هي قناه مستر عطا زكي شحاته. القناه دي هتساعدك جدا في فهم الدراسات وكمان التطبيق عليها. وبس كده، ده كان الجزء التاني من ازاي تاسس نفسك لو داخل تالتة اعدادي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو لصاحبك اللي داخل تالتة اعدادي. ولو عاوزين حاجه اكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.